السلام عليكم يا أحلى متابعين، كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. جيتكم اليوم بقصة جديدة، كنتمنى أنها تنال إعجابكم، وما تنسونيش من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينة بحالكم. وندوزو للقصة مباشرة. أنا سناء، جيت اليوم باش نشارك معكم الحكاية ديالي. صراحة حكايتي غريبة، بزاف منكم غادي يتفاجئوا من ردة الفعل ديالي وغادي يقولوا كيفاش مرة تقبل على راسها بحال هذا الوضع، ولكن أنا قبلت به. مهم القصة ديالي بدات من نهار اللي قرروا العائلة ديالي أننا نتزوجوا أنا وولد عمي. ولد عمي اللي كان خدام في مدينة بعيدة علينا، وكنت ما كنشوفو إلا لا كان شي تجمع هكا عائلي تما فين كنشوفو، يعني لا كانت شي مناسبة. عمرني ما كانت بيني وبينه شي علاقة، ولكن العائلة قرروا أنهم يزوجونا لبعضياتنا. بحكم أنني حتى أنا ما عندي يعني حتى شي علاقة بشي واحد آخر، قررت أنني نوافق ونتزوج به، ومشيت بمبدأ أن اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. المهم تزوجنا، خلاني في دارهم، وبقى هو كيمشي للخدمة ديالو وكنتشوفو غير في الويكاند. بقى الوضع مستمر واحد المدة، من بعد بديت كنحس بالملل، ما بقاش عاجبني الحال. قلتها لبابا، تشكيت عليه وقلت لي بلي أنا حاسة براسي مجوجة بعائلته ماشي بيه هو، خاصو يدير لي شي حل، أو لا يديني نستقر معاه في المدينة اللي هو خدام فيها، يكون أحسن ليه وليا. مهم بابا هدر مع عمي، وعمي قدر أنه يأثر على ولده باش يديني عنه. هو في الأول موافقش، لحقاش قال غادي تزاد عليا المصاريف وكذا وكذا، ولكن من بعد وافق. اتصل بيا وقال لي غادي تعطيني واحد شوية د الوقت بما وجدت فين غادي تجي، ووافقت. من بعد واحد المدة قال لي وجدي راسك غادي نجي نديك. فعلا مشيت معاه. كانت واحد الشقة في عمارة، دخلت ليها، من نهار حطيت رجلي فيها تصدمت، لحقاش شفت الطريقة كيفاش مفرشة وكيفاش مقادة، ومن ثم عرفت باللي راجلي إنسان ذواق والذوق ديالو رفيع. ولكن أنا ما كنتش مكتشفة هادشي، لحقاش راجلي ما كنتش كنتلاقى معاه بزاف، ما كايناش فرصة فين غادي يبين ليا هادشي. ومن نهار حطيت رجلي في هذيك الدار قررت أنني نكون ليه مرة مزيانة، نكون أحسن مرة، نحببو فيا ونقربو مني لدرجة أنه ما يبقاش يقدر يستغنى عليا. قدرت ندير هادشي. نهار على نهار كنشوف الحب ديالي في عينيه، بالرغم من أننا تزوجنا زواج عائلة. المهم من بعد وليت كنقلب على هكا أكلات جداد، حلويات جداد، وكنحاول نتفنن في داكشي باش يزيد يقرب مني. وداكشي اللي كان هذا زائد أنني الطرق اللي خصني نتقرب منها من راجلي من غير الأكل. مهم راكم فهمتوني. المهم بعد مدة طويلة راجلي ولا كيتعطل في الخدمة بزاف، وأنا وليت كنحس ثاني بداك الملل اللي كنت كنحس به وأنا في دارهم. بدا كيرجع ليا نفس الشعور. هنا صارحته، قلت لي أنا نهار وما طال كنضل غير بوحدي في الدار، خصني شي حاجة اللي نشغل بها راسي. أنا ما عرفش، ما يمكنش ليا نبقى جالسة غير بحال هكا، وخصوصا أنني كنت مازال ما حملتش. اقترح عليا أنني نمشي لواحد لاصال اللي قريب منا ونتسجل فيه. قال لي تسجلي تما، تعرفي على عيالات، تولي تعمري وقتك في النهار، يعني ما غيبقاش عندك الوقت اصلا فاش تفكري بانك وحيده ولا ما حداك حتى شي واحد تمشي لعنده. فعلا داكشي اللي كان. تسجلت في لاصال، تعرفت على عيالات بزاف اللي صراحه كان عجبني الحال معاهم. ومن الصدفه انني تعرفت على واحد السيده اللي كانت في لاصال ساكنه معايا في نفس العماره، كانت كتسكن تحت مني، وكانت معوده ليا على حياتها، وصراحه كانت عزيزه عليا بزاف لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. تقربنا من بعضياتنا بزاف، وعودت ليا على حياتها، وقالت لي باللي هي راها مزوجه وراجلها عايش برا، حتى هي كيجي غير مرات يعني ماشي دائما معاها. المهم ولات كتجي عندي للدار. هي كانت ساكنه هي وماماها وخوها، وبحكم ان خوها يعني ولد لي كبير، كان راجلي كيقول لي ما تهبطيش لعندها، هي لا بغاتك طلع لعندك. المهم ولات كتجي لعندي كتجلس معايا، كندوزو انا وياها النهار، يعني ما كنحسش بيه حتى كيسالي داك النهار. حياتي كانت غاديه مزيان. من بعد حملت، وجاني الحمل اللي صراحه جاني صعيب بزاف، وداك الوحم جاني صعيب، وهاد الوحم خلاني انني نولي نكره حتى الريحه ديال راجلي، ولا واحد المشاكل بيني وبينه بسبب هاد الوحم هذا. صاحبتي كانت صراحه كتوقف معايا، كطيب لي الحوايج اللي نبغي، باش كتقول لي انا عارفك ما تبغيش ريحه الطياب في دارك، فانا كنطيبهم عندي لتحت ونطلعهم ليك.
وصراحه كنت كنقدر داكشي اللي كدير معايا. فاش دازت فتره الحمل وولدت وقفت معايا لا هي ولا امها، كانوا ما كيخرجوش من عندي من الدار. قابلوني بحكم ان ماما وبابا كانوا ماشيين للحج وانا ولدت في هذيك الفتره، يعني ما عندهمش كيفاش غادي يجيو عندي يقابلوني، ولكن هي وماماها قاموا بالواجب على اتم وجه. انا كنت كنقدرهم وكنحترمهم لحقاش تعبوا معايا وكيعاملوني بحال وحده منهم، وراجلي حتى هو كان عاجبو الحال. المهم اللي كنت انا ما كيعجبنيش هو ان راجلي مانعني انني نهبط لعندها، كنسولو دائما كيدير الحجه فقط بان خوها راجل بعقله ما يمكن ليش انا نهبط تما. ولكن من بعد ولات هي كتجي ولو كيكون راجلي كاين في الدار كتجلس معنا تجمع معنا، بالرغم من ان راجلي كيجلس غير السلام عليكم وعليكم السلام وكيمشي لبيتو يسد عليه ويخلينا مجمعين. وقفات معايا وقفه ديال بصح. من بعد ما جاو عائلتي من الحج جاو لعندي وحكيت لهم باللي هي اللي كانت مقابلاني وكذا، فما خلاو يعني ما جابوا معاهم الكادويات وداكشي زعما باش يتشكروها انها وقفات معايا وقفه اللي زوينه. المهم مع مرور الايام كانت واحد النهار عندي في الدار وهي عندها وليد صغير، ولدها كانت كتقول لي باللي هي اصلا مزوجه براجلها ولكن راه فايت ليها مطلقه، هاد الولد هذا والده مع طليقها. المهم كانت طالعه عندي هي ولدها عنده تقريبا واحد العامين، وانا بنتي ديك الساعه كانت بدات تقريبا عندها تقريبا شي 6 شهور هذيك الساعه، فكانت كتبكي. ولدها كان شاد التليفون وطلقوا من يدو ومشى كيجري باش يلعب مع بنتي يعني لاهيها باش تسكت، وحنا مجمعين هكا. هو فاش لاح التليفون انايا هزيتو، زعما بان ليا التليفون طاح في الارض، هزيتو كيبان ليا فيه ميساج مكتوب فيه جيبي ليا معاك البنت للبيت وبالسميه ديال بنتي. تعجبت فحكرت مزيان، كتبان ليا النمره ديال راجلي. هنا صافي ما نكذبش عليكم تصدمت، ويلي نمره راجلي اش كدير عند صاحبتي وعلاش هو كاتب ليها جيبي ليا البنت للبيت واجي. انا فاش شفت هذاك الميساج قلت لا ما يمكنش نسكت. صاحبتي كانت عندي في الكوزينه، دخلت عندها كنجري، قلت ليها سمحي لي بغيت نسولك. قالت لي شنو؟ قلت لها نمرة راجلي شنو كدير عندك ومصيفط لك ميساج وها قايل فيه وها قايل فيه. هي تقول لي لا هذيك التليفون اللي كان عند ولدي راه ماشي ديالي، راه ديال ماما. قلت لها ولي نفرض ديال ماماك، علاش راجلي غادي يدوي مع ماما؟ قالت لي لا لحقاش راجلك كان خايد النمره ديال خويا وكيهضر معاه وكيتواصل معاه، وخويا كان كيتواصل معاه شحال من مره من النمره ديال ماما، وهو بقات مسجله عنده. فهو دابا صيفط هذاك الميساج لماما على اساس غادي تجيب ليه البنت بلا ما يزعجنا وانا وياك جالسين. المهم حاولت انني ندخل هذا العذر ديالها لراسي، مع اني انا شكيت قلت هادشي فيه شي حاجه كاينه ان في الموضوع. درت واحد النهار واحد العراضه اللي كان فيها راجلي وخوها وكلنا مجموعين على طبله وحده، وبديت كنراقب النظرات ديال راجلي والنظرات ديالها هي. لاحظت انهم كيشوفوا في بعضياتهم غير سرقه، ما كيحاولوش انهم يقووا النظرات في بعضياتهم باش حتى شي واحد ما يعاقب شي حاجه. ولكن انا داخليا وكما كنقولوا الحاسه السادسه ديال كل امراه كتحس براجلها الا كانت شي حاجه. من ثم بقيت عاسه عليهم، باغا نعرف اشنو واقع، واش فعلا هاد صاحبتي اللي زعما قريبه مني وما خلات ما دارت على ودي تكون كتغدرني مع راجلي؟ ما يمكنش. عيت ما كنفكر ومن بعد كنقول لا لا هادشي غير تفكير ديال الشياطين، ما يمكن ليش نفكر هاد التفكير في صاحبتي ولا في راجلي، غير جاب لي الله. المهم بقات الحياه غاديه كيف ما تعودت، انا مصاحبه انا وياها داخله خارجه عندي، كنمشيو لاصال مجموعين، ولادنا هكا بغينا نخرجوا للجرده كنخرجوهم مجموعين، يعني قريبه مني لدرجه يعني وليت كنعتبرها اختي. المهم واحد النهار درت واحد الكيكه اللي صراحه قاديتها وصوبتها وقلت غادي نهبطها ليها لتحت، قلت غادي نعطيها لها غير من الباب لحقاش راجلي كيف ما قلت لكم كيقول لي نهائيا ما تدخليش لعندها. المهم قاديت ديك الكيكه وهزيت بنتي وهزه ديك الكيكه في الطبسيل وغادا هابطه. كيبان لي خوها واقف قدام الباب ديال الدار كيكمي، سولته قلت لي واش كاينه فلانه؟ قال لي ايه كاينه. فاش انا قربت عند الباب هو هبط مع الدروج بالزربه بحال الا يعني عارف باللي كاينه شي حاجه. هنا جاني الشك كيفاش السيد غير شافني انا وقفت هرب وهو هبط العماره لتحت، خلى الباب محلول.
انا غير تقاديت مع الباب كتبان ليا ماماها وهي جالسين، ولكن اللي ما كنتش متوقعه انني نلقاه هو راجلي جالس جلسه مرتاحه، يعني متعود انه كيدخل لهذيك الدار. انا فاش وقفت صدمت، قلت لها راجلي اش كيدير هنايا؟ شافت فيا وجات كتجري عنقتني وقالت لي شوفي ما تفهميش الموضوع غلط. قلت لها شنو بغيتيني نفهم؟ راجلي عند صاحبتي وانا ما سايقه اخبار، اش بغيتيني نفهم من هادشي؟ قالت لي غير دخلي وانا غادي نفهمك. فعلا دخلت جلست وهما مجمعين كاملين. قالت لي دابا غادي نشرح لك علاش قلت لك ما تفهميش غلط، لانه كيف ما هو راجلك راه راجلي وانا مراته الاولى. قلت لها كيفاش؟ واش انت كتخربقي عليا ولا شنو؟ قالت لي ما كنخربق عليك ما حتى شي حاجه، ملي غنشرح لك غتفهمي. بقيت كنشوف فيه هو ما قال حتى شي كلمه، كيتسنى فيا نسمع منها، وديك الساعه عادي يقول هو اللي باغي يقول. قالت لي يا راجلك انا كنت كنعرفو من شحال هادي، وداكشي اللي عاودت لك باللي انا فيت ليا مزوجه ومطلقه وعندي ولد بصح ما كذبتش عليك، ولكن راجلي اللي كنت كنقول لك راه مسافر هو راجلك. حنا تعرفنا على بعضياتنا في الفتره اللي انا طلقت وقدرنا اننا نحبوا بعضياتنا، ولكن كان عندنا مشكل، هو انه كان عارف باللي دارهم ما غاديش يقبلوا انه يتزوج وحده مطلقه وعندها ولد مازال، فقال لي غادي نتزوج بيك ولكن ما غاديش نقول لعائلتي باللي انا مزوج. ومن بعدها عائلته قرروا انهم يزوجوك نتيا به، ولكن هو كيف ما قلت لك ما يقدرش يخسر لوالديه قبل انه يتزوج بك باش يرضي والديه، وفي نفس الوقت يبقى معايا انا حيت حنا كنا كنبغوا بعضياتنا. بقيت كنشوف فيها وقلت لها شنو دابا يعني درتوني انا لعبه وسط منكم، انا غير رضا بيا والديه ولكن انت هي اللي كيبغي. شاف فيا هو وقال لي لا حاشا، انا هاد المده هادي اللي تزوجت بك فيها يعني قدرتي تدخلي قلبي وقدرتي تخلي بلاصتك، ولكن انا هاد السيده ما نقدرش نفرط فيها وفي نفس الوقت ما نقدرش نفرط فيك، ودابا الكره عندك، شوفي انت اشنو بغيتي تقرري واللي قررتيه انا معاك فيه وعندك الحق فيه. بقيت كنشوف مع راسي وكنقول له دابا انا الا طلقت اشنو غادي نربح؟ غادا نهز بنتي وغادا نرجع لدارنا ببنيه ومطلقه. ما عجبنيش الحال، فكرت فيها مزيان، قلت ولكن شكون اللي غتكون مستفيده؟ هي يقدر من بعد يعلن زواجه بها قدام عائلته وعادي غادي نتقبلوا لان اللي وقع وقع. فكرت مع راسي مزيان وخليتهم وطلعت لداري، خليتهم مع بعضياتهم. طلعت للدار بقيت كنفكر شنو غادي ندير. راسك كيقول لي جمعي حوايجك وزي بنتك وزيدي ورفعي عليه قضيه ديال الطلاق، وراسك كيقول لي لا ما تفرطيش في حياتك، اللي وقع راه وقع وهادشي راه وقع قبل ما يتزوج بيك، يعني ماشي يعرفها من بعدك، خاصك تصبري، وهي اللي خاصها تكون مقلقه لحقاش تزوج بوحده من غيرها، يعني تزوج عليها، انا هي الثانيه. فكرت يعني راسي كل مره كيقول لي حاجه، ومن بعد قررت انني نبقى في داري. ملي طلع لعندي قال لي واش فكرتي في الموضوع؟ قلت لي مازال غتعطيني مهله. جلست تقريبا اسبوع ما كنهضر وما كيهضرني، بقيت كنفكر مع راسي مزيان، ما بغيت نقول لعائلتي حتى شي حاجه. من بعد جيت عنده قررت، قلت لي انا موافقه انني نبقى مزوجه بالرغم من انك مزوج عليا اولا مزوج قبل ما تزوج بيا. قال لي شنو قررتي وشنو الشرط ديالك؟ قلت لي الشرط ديالي هو ان هاد الدار انا اللي جالسه فيها تكون ملك ديالي باش نضمن حقوقي، ربما شي نهار يقول لك راسك تخلى عليا وانا ما يمكنش نخرج من هذا الزواج فارغه. قال لي جاتك نكتبها لك، الا كانت هي اللي غادي تحسسك بانك ضامنه حقوقك نكتبها لك ما عنديش مشكل. وفعلا داكشي اللي كان كتبها ليا، ولكن انا من بعد ما فكرت مع راسي لقيت راسي انا مفاهمه معها بزاف وانسانه اللي طيبه، يعني ما كتعامل معايا لا بخبث ولا بحتى شي حاجه. يعني طيله هذيك السيمانه اللي كنت كنفكر مع راسي بالرغم من اني صافي عرفتها مراته ما كانش نهائيا كتصل به او لا حتى كتجي ولا تسول. شدات تقارها وخلات الموضوع غادي كيف ما غادي نقرر انا. قلت لي عندي لك شرط اخر. قال لي شنو؟ قلت لي الشرط الاخر هو انك ما تولدش معاها. قال لي كتهضري من نيتك؟ قلت لي ولادك يكونوا معايا انا فقط، هي ما تولدش معاها. قال لي جاتك
ماشي مشكل، هي ديجا عندها ولد ما محتاجاش، وحتى انا راني والد معاك بنيه فما محتاجش. عيط ليها وجابها جلست معايا وسمعت الشروط ديالي ووافقت عليها، وقالت لي انا صراحه حسبتك اختي ماشي ضرتي. وما يمشيش المفهوم ديالك بان الضره دائما كتكون شريره وتكون خايبه، لا بالعكس، ممكن الضره انها تكون كتبغيك وتبغيها وتكونوا يعني عايشين عيشه مسالمه. بما ان انت عندك دارك وانا عندي داري، فين كاين المشكل؟ كل وحده تعيش حياتها كيف ما بغات. البنات اللي ما غاديش يدخل لكم العقل هو انني تجاوزت هادشي كامل وقدرت انني نبقى صاحبتها ونبقى قريبه منها وهي تبقى قريبه مني، وما كان حتى شي مشكل بيناتنا. ومن بعد جيت لعند راجلي وقلت ليه انايا فكرت مع راسي، الا بغيتي تولد معاها غير ولد، ما عنديش مشكل. لانني في هذه الفتره كامله بانت لي السيده الله يعمرها دار وما كاينلاش انني ننتقم منها بهذه الطريقه، وقدر انه يعلن زواجه عليها قدام العائله كامله ويعرفوا باللي هو راه مزوج 2 عيالات ماشي غير انا بوحدي. عشت معاها حياتي بخير، ما كانت بيناتنا حتى مشاكل. وهاد ردة الفعل ديالي انا عارفه بزاف منكم ما غاديش يتقبلوها وغيقولوا مستحيل تكون شي مرا بهذا الشكل هذا، ولكن انا فعلا هادشي اللي درت. وانا شاركت معكم هاد الحكايه، بغيت يعني تعطيوني الاراء ديالكم وتعاليقكم، واش الا كنتو في بلاصتي غادي تقدروا ديروا بحالي اولا غادي تلتجئوا للقانون وترفعوا قضيه الطلاق وتعذبوه. المهم انا تقبلت الحياه ديالي الجديده هكا، تقبلتها بروح رياضيه وقلت ما فيها باس. واللي بغيت نوصل لكم هو ان الضريرات ماشي دائما كيكونوا عدوات، يقدروا يكونوا حبابات وصحابات. انا تقبلت هذا الوضع ودابا جيت شاركت معكم الحكايه ديالي، بغيت نعرف الاراء ديالكم، واش الا كنتوا في بلاصتي غادي تقبلوا بهذا الوضع اولا كنتوا غادي تلتجئوا للقانون وترفعوا قضيه الطلاق وتعذبوه. المهم اعزائي المشاهدين، كنتمنى انكم استمتعتوا بهذه القصه، بالرغم من انني انا يعني ردة الفعل ديال هاد السيده جاتني غريبه وعجيبه، لان القليل بزاف ديال العيالات اللي قدروا يقبلوا بهذا الوضع. الا كنتوا منهم، وانا كنظن بان غادي تكون واحد 10% هكا يقدروا يقبلوا بهذا الوضع هذا، الا كنتوا منهم شاركوني التعاليق ديالكم. ولا كنتوا ضد هذه الفكره هذه كذلك شاركوني بالاراء ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع قصه جديده. دمتم في رعايه الله.